القاتل اللي ذبح أمه واحتفظ برؤوس ضحاياه وصار يقرأ كتبا صوتية للمكفوفين. اسمه إدموند إيميل كومبور الثالث من كاليفورنيا، يلقبونه بالعملاق القاتل، وطوله أكثر من مترين، لكن كان يخفي وحشا أكبر من جسمه. عاش طفولة سامة، كانت أمه تكرهه، تهينه وتعزله عن الناس، وفي عمر 15 انفجر الكبت بداخله، قتل جدته برصاصة، ثم لما رجع جدته للبيت قتله هو بعد. قال وقتها ما حبيت يشوفها ميتة فوفرت عليه المنظر. دخل مستشفى نفسي لكن ذكاؤه كان خارق، معدل ذكاؤه 145. تلاعب بالأطباء وخرج بعد سنوات، لكن بمجرد ما طلع رجع يقتل. صار يوقف البنات على الطرق، يوصلهم بسيارته، ثم يخنقهم ويطلق عليهم النار وياخذ جثتهم للغابة أو حتى لبيته. مرة قطع رأس ضحيته واحتفظ فيه كتذكار، وكان يكلم الجثث ويصورها، وأحيانا يحتفظ بأجزاء منهم. كل الجرائم كانت تمهيدا لليلة الأخيرة لما قرر يقتل أمه بنفسه. خنقها وقطع رأسها وبدأ يتحدث معها كأنها ما زالت عايشة، ثم راح بنفسه للشرطة واعترف بكل شيء بهدوء بارد. حكم عليه بالمؤبد ورفضوا إعدامه، واليوم ما زال حي في سجن مشدد الحراسة في كاليفورنيا. المريب القاتل اللي كان يتلذذ بصوت حياة أصبح الآن صوتا يرافق المكفوفين قبل النوم. القاتل اللي ذبح أمه واحتفظ برؤوس ضحاياه وصار يقرأ كتبا صوتية للمكفوفين. اسمه إدموند إيميل كومبور الثالث من كاليفورنيا، يلقبونه بالعملاق القاتل، وطوله أكثر من مترين، لكن كان يخفي وحشا أكبر من جسمه. عاش طفولة سامة، كانت أمه تكرهه، تهينه وتعزله عن الناس، وفي عمر 15 انفجر الكبت بداخله، قتل جدته برصاصة، ثم لما رجع جدته للبيت قتله هو بعد. قال وقتها ما حبيت يشوفها ميتة فوفرت عليه المنظر. دخل مستشفى نفسي لكن ذكاؤه كان خارق، معدل ذكاؤه 145. تلاعب بالأطباء وخرج بعد سنوات، لكن بمجرد ما طلع رجع يقتل. صار يوقف البنات على الطرق، يوصلهم بسيارته، ثم يخنقهم ويطلق عليهم النار وياخذ جثتهم للغابة أو حتى لبيته. مرة قطع رأس ضحيته واحتفظ فيه كتذكار، وكان يكلم الجثث ويصورها، وأحيانا يحتفظ بأجزاء منهم. كل الجرائم كانت تمهيدا لليلة الأخيرة لما قرر يقتل أمه بنفسه. خنقها وقطع رأسها وبدأ يتحدث معها كأنها ما زالت عايشة، ثم راح بنفسه للشرطة واعترف بكل شيء بهدوء بارد. حكم عليه بالمؤبد ورفضوا إعدامه، واليوم ما زال حي في سجن مشدد الحراسة في كاليفورنيا. المريب القاتل اللي كان يتلذذ بصوت حياة أصبح الآن صوتا يرافق المكفوفين قبل النوم.